يا صباح الخير يا شباب. النهارده طبعا قررت اعمل حلقه مميزه، واخيرا بعد ما نزلنا 11 فيديو على القناه الجديده وصلنا لاكثر من 2000 متابع على القناه الجديده. صراحه ما كنتش متخيل ما شاء الله ان في الفتره ديت هنوصل ل 2000 متابع، بس عايز افكركم ان احنا فاضل لنا 98000 متابع ونوصل لدرع اليوتيوب. فلو انتم بتتابعوني كاول مره ما شفتنيش خالص على القناه القديمه، فانا احمد محرم، صانع محتوى رحاله، بحب اتكلم عن المانيا، بحب اسافر واستكشف كل حاجه في العالم، ومغامر برضه. عايز اقول لكم اثناء المغامرات اللي احنا بنعملها ديت في حاجات مجنونه بتطلع مني، فاشتركوا في القناه علشان ما يروحش عليكم حاجات كتير قوي. في الحقيقه قبل ما ابدا شغف السفر خليني اكلمكم عن نقطه مهمه جدا، وهي صناعه المحتوى. عايز اقول لكم ان انا طفل اصلا، وانا شخص عندي شغف كبير قوي للشهره، للتمثيل، للعب الكوره، الطيار. كان عندي احلام كتير قوي على طفل، يعني تخيلوا اكبر من عمره. الاحلام دي كلها إن مستحيل يعني كنت اتوقع ان في يوم من الايام اسافر اصلا، بس كنت متمسك بالحلم ودايما عندي الامل ان اقول يا رب اوصل لاحلامي. في الحقيقه انا اول ما دخلت المانيا في سنه 2015، انا اول مصري اتكلم عن المانيا. عملت محتوى هنا في المانيا، بدات اسافر، بدات كده اجمع معلومات من كل دوله اسافرها، ونعمل يوميات مصر في المانيا. اول واحد برضو يعملها في نفس الوقت. حبيت من خلال تجربتي ديت ان ابدا اظهرها لكم في صناعه المحتوى، علشان تتفرجوا على اوروبا، تتفرجوا على الايجابيات والسلبيات، في نفس الوقت نستكشف الثقافه الغريبه المختلفه اللي احنا ما بنسمعش عنها بمعنى الكلمه. عايز اقول لكم ان الصراحه صناعه المحتوى اثناء الدراسه والشغل كانت صعبه جدا بالنسبه لي، لان اول ما وصلت المانيا كنت بشتغل. بدات اظهر لكم معلومات زي الاوس بيلدونج على الحلال، ما حد اصلا كان بيتكلم عنها. كان عشان تاخد معلومات من حد تاني لازم تدفع فلوس. طبعا انا بفضل الله سافرت، لا حد ساعدني ولا اتعلمت اللغه عند معهد ولا اعرف اي حد اصلا بيسافر معنى الكلمه. فانا عملت كل حاجه بنفسي وسافرت لوحدي بدون مساعدة أي مكتب ولا أي حد. فعلشان كده حبيت بقى من خلال تجربتي ديت لما عرفت الأوس بيلدونج إنك تقدر تقدم من بره ألمانيا وفي نفس الوقت يكون ببلاش، بدأت أتكلم عن التجربة ديت. ومن خلال كلامي طبعا، والناس بدأت تاخد الكلام بشكل إيجابي، بقى يتابعوا التفاصيل اللي أنا بقولها، بدأوا يتابعوها بالخطوات، وكمان بدأوا يقدموا. وقابلت نسبة كبيرة قوي هنا بتعمل أوس بيلدونج هم بفضل ربنا، ثم بفضل معلوماتي اللي قدمتها ببلاش. في الحقيقة اتولدت في محافظة اسمها القليوبية، وفي نفس الوقت الحمد لله عيلتي يعني مش اللي هي واو ايلون ماسك كده، لا الحمد لله عايشين متسترين الحمد لله، وفي نفس الوقت عيله متوسط الدخل، ولكن الحمد لله ربنا يعني افرجها كده. يعني عايز اقول لكم ان السفر ده بالنسبه لي ما جاليش كده بطبق من ذهب. انا تعبت وشقيت من وانا طفل قسما بالله علشان اوصل للي انا فيه ده دلوقتي. بس خليني اقول لكم من وانا عندي 9 سنين اصلا كنت في يوم من الايام بابا بيحب الدبليو دبليو او كده، بيفضل يشغلها يعني كل ما تتعرض على التلفزيون يشغلها، لو 24 ساعه برضه يفضل يتفرج عليها ما بيزهقش منها. ففي يوم من الايام وانا ماشي كده بالصدفه سمعت اغنيه كانت في التلفزيون، فعجبتني الصراحه الاداء. يعني انجليزي، انا ما بفهمش انجليزي اصلا وانا طفل، يعني من 9 سنين وكده. فرحت كده انتبهت على التلفزيون، لقيت كده امريكا، ناطحات السحاب والليل والانوار، المدينه التي لا تنام، نيويورك سيتي. هنا بقى بدا الشغف، بدا الحلم، بدات اقول لابويا انا هنا لازم اسافر. الدوله ديت هي فين؟ لحد ما عرفت ان هي امريكا. يعني انا اصلا من طفولتي البريئه ديت كنت قسما بالله مفكر ان امريكا ديت اروحها بالعجله او اروحها بالعربيه، كنت مفكرها مدينه عاديه او محافظه عاديه. ما كانش عندي لسه الوعي ان عشان اسافر بقى دول تانية لازم اركب طياره وتاشيره باسبور وحاجات كتير وحاجات كده معقده بالنسبه للشخص اللي عايز يسافر. فهنا قلت لابويا اوكي مفيش مشكله، امريكا امريكا. قسما بالله كانت بتيجي عليا في فتره بدات احوش فلوس علشان اشتري عجله عشان اصلا اروح امريكا. وهنا لما شافنا اللي انت بتعمل ايه، قلت له بحوش فلوس عشان عايز اشتري عجله. قال لي ليه؟ قلت له عايز اروح امريكا. كنت بقول عليها في الاول امريكا، تخيلوا لحد ما اتعلمت بقت اسمها امريكا. فقعد يضحك عليه ويقول لي ده امريكا دي محيطات وبحر ولازم طياره، ولازم لما تكبر كمان عمرك 18 سنه. هنا كنت زعلان قوي ان ليه يعني لازم اخد عجله واروح لها. زعلت بقى ان بقى عندي يأس وانا طفل، طياره ازاي اروحها اصلا وانا لسه صغير 9 سنين. المهم الصراحه بدات بقى اتعب واشقى من أنا طفل، احوش في مصروف المدرسه في حصلتي عشان لما اكبر اقول انا هكون بحاجه ليهم ان شاء الله. وبفعل كنت كل فلوس بحوشها كنت انا ذكي. ناس كانت تاخد فلوس تستثمر فيها، تخرج تلعب تشتري العاب وكده، لا انا الوحيد اللي ما عشتش طفوله، لان كان كل احلامي وطموحاتي وشغفي ان اسافر، لدرجه اني ما كنتش بهتم اصلا لدراستي، ولا عايز اطلع مهندس ولا عايز اطلع دكتور. كل اللي في دماغي هو ان اسافر، مش عايز اقعد في بلدي حرفيا. كان الصراحه لما دخلت الاعداديه في سنه اولى اعدادي مستحيل انسى خالص المواقف السيئه اللي مريت بيها في المدرسه. كنت اكتب على الدفاتر الكتب اثناء الخانه اللي تكتب فيها اسمك مثلا عشان خاطر يبقوا عارفين الكتاب ولا الكراسه دي بتاعتك لما تسلم الكتاب، ولا مثلا الكراسه الاستاذ عشان يصححها. كنت احب دايما اكتب احمد محرم يا رب اسافر امريكا.
دايم كنت طفل احس نفسي عبيط على الاخر حرفيا. المهم كنت اجدي الكراسه للاستاذ، تخيل كان يقرا بصوت عالي احمد محمد رب اسافر امريكا، كان الفصل كله يفضل يضحك عليا، الاستاذ يضحك عليا. كنت انا طفل يعني تحس اني بتعرض طول الوقت للتنمر، بس في نفس الوقت كنتش اعرف ان لو عندي حلم ما ينفعش اقوله لاي حد مهما كانت الخطوات اللي انا عايز امشي فيها، او في نفس الوقت طرف الخيط. معنى طرف الخيط ما تقولوش لاي حد، انت بس تمسك طرف الخيط، اسعى لوحدك واتعب لوحدك وقول يا رب واتكل على الله. فانا ما كنتش اعرف حاجه زي كده، كنت بحب اشارك احلام وطموحات للناس علشان بس يوروني كده شويه تشجيع، اكون متفائل ومتحمس ان هوصل للهدف ده، بس ما كانش حد بيوريني اي حاجه. ده لدرجه كمان انه انا عندي 13 سنه، اليوم ده مستحيل انساه، ده في ذاكرتي. لما كان رحت السفاره الامريكيه، تمام، هنا كان عندي جوجل بقى وكده، كنت بحب اعمل بحث والحاجات ديت في جوجل. فكنت اروح السايبر اللي هو كده مكان كده بيجمع فيه الكمبيوترات وبتأجر بالساعه، كنت اخد ربع ساعه بالظبط عشان ايه؟ اعرف موقع السفاره الامريكيه. خدت 100 جنيه من الحصاله بتاعتي فتحتها طبعا علشان ايه؟ المواصلات وكده. قلت هنا ايه بقى؟ اول 100 جنيه نسحبها بس هنستخدمها في ايه؟ في حاجه مفيده. المهم بعد ما خدت ال 100 جنيه من الحصاله، قدرت بفضل الله اركب المواصلات واسال وامشي على العنوان اللي معايا لحد ما وصلت السفاره الامريكيه. جيت عند البوابه كده كان في امن، ما انتش هتعرف تخش اصلا السفاره غير لما يكون في امن، والباب الرئيسيه بتاعت التفتيش ديت قبل ما تدخل السفاره الامريكيه، لان هناك اصلا تقدر تقول الحراسه الامنيه مشدده شويه. هناك اول ما وصلت الامن عايز ادخل السفاره الامريكيه، بيقول لي اقول له عايز اقابل السفير. والله بص عليا من فوق لتحت كده، قال لي مش قادر اروح، راحت اهلك وتعالى. اليوم ده كنت محبط وعندي يأس كبير جدا، فضلت اعيط لدرجه اني مش قادر استوعب يلا امشي يلا. فالموضوع ده خلاص خلاني شويه انسان محبط، عيطت كتير جدا لما رجعت اليوم ده لاهلي، واهلي لما بيعرف ان انا رحت السفاره الامريكيه زعق لي وكان خايف عليا وشويه الكلام ده. بس فضلت اقول لنفسي انا لسه صغير وبكره لما اسافر هتتمنوا تشوفوني والكلام ده ولا بلا بلا والحكي ده. فالصراحه في تفاصيل مش عايز اتكلم فيها دلوقتي لان انا بعملها اصلا في فيديو من حوالي سنه ونص، فالفيديو ده هينزل في اخر ان شاء الله سنه 27، لان دي قصه كامله ازاي سافرت المانيا والمواضيع ديت. بس في الحقيقه ما قدرتش احقق موضوع امريكا لاني ما كنتش اقدر. انا كنت بقدم على هجره امريكا حتى وانا عندي 15 سنه تخيلوا. وكنت بكتب عمري 18 سنه، يعني حتى كنت يعني مش عارف. المهم اطلع بره مصر، اطلع بره المجتمع اللي انا قاعد فيه ده، اللي كان محدش واثق في احلامي، كانوا دايما يتريقوا عليا بيحاولوا يحبطوني. كنت بس انا اروح عايز اعمل اي حاجه، مثلا اخيب بنطلون، اروح اشتري حاجه من السوبر ماركت، فتخيل ان الراجل اللي قاعد في السوبر ماركت ده انا عمري ما شفته في حياتي ولا اعرفه اصلا، بس ادردش معاه اقول نفسي اسافر امريكا يعني كده، اقول له ادعي لي، عايز منه دعم. فكان يقول لك تف على وشي مثلا لو سافرت. فحتى اصحابي كانوا تف على وشي لو سافرت عمرك ما هتخرج بره البلد. كنت دايما اقول لهم هتتمنوا في يوم من الايام انكم تشوفوني بعدين. فبالفعل لحد دلوقتي بيفكروني بالكلمه ديت. لاني انا كنت حاسس ان ربنا شايل لي حاجه كبيره جدا بمجرد اني بسعى وبتعب وعارف ان انا مش شايف نفسي في وسط المجتمع ده. كتير جدا منهم حاقدين حاسدين، محدش بيتمناك الخير، محدش عايزك تبقى احسن منه. فعلشان كده دايما هتقابل ال الاشخاص اللي هم هيحبطوك، فلازم الواحد يتجنبهم ويكون واثق في قدراته واحلامه، والافضل من كده تكون واثق في ربنا. في الحقيقه انا حسيت ان القصه ديت فريده من نوعها، ولما وصلت الاراضي الالمانيه حسيت ان انا عملت اعظم انجاز في التاريخ بالنسبه لي. دي اعظم نجاح انا عملته في حياتي. تقول لي النجاح في كده، اقول لك ان خرجت من المجتمع اللي انا كنت فيه، اني خرجت من مصر، اني سافرت بره البلد اللي انا ما كنتش حاسس ان انا فيها لايقه عليا. ما كنتش حاسس ان انا التركيبه بتاعتي وبتاعت البلد دي ان احنا متناسقين مع بعض، ما فيش انسجام. فعشان كده لما جيت المانيا حسيت ان ده البلد اللي انا استاهل ان اعيش فيها. حسيت ان ده الانسجام فعلا، بسبب مريت بشويه حاجات صعبه جدا في مصر وانا طفل. الحاجات دي يمكن خلتني ما اقدرش نقعد في البلد، وخرجت ان انا عن 18 سنه. اول ما تميت 18 سنه الحمد لله سافرت على طول. فزي ما قلت لكم الحاجات دي كلها بحكيها في فيديو تاني. انا وصلت هنا المانيا في سنه 2015 يوم 22/9/2015. مستحيل انسى التاريخ ده، انا بحتفل بيه كل سنه الصراحه. ما بيني وبين نفسي كده صوتي الداخلي لما بيجي اليوم ده بيعلى كده من الفرحه، بيعبر عن الفرحه. انا اول ما جيت المانيا الصراحه بدات ادرس هنا. دخلت طبعا للاسف يعني ما اعترفوش بدراستي، فبدات ادرس هنا تقدر تقول الاعداديه. بعدين خلصت الابيتور الثانويه العامه برضو، وفي نفس الوقت الحمد لله وصلت لمكانه كويسه جدا. في الحقيقه اتبهدلت جدا اثناء فتره الدراسه، لان كنت بشتغل جنب الدراسه، والشغل جنب الدراسه كان صعب جدا. ما تقدرش يبقى في كفاءه ما بين الدراسه والوقت في نفس الوقت بتاعت الشغل، لانك انا انسان بخلص دراستي كل يوم، مثلا بصحى كل يوم الساعه 6 الصبح، بخلص الساعه 2 العصر اروح على الشغل على طول. الشغل يخلص بقى الساعه 11 بالليل 12 بالليل، فالموضوع كان متعب ومرهق. اصور المحتوى فما كانش فيه وقت، كان وقت ضيق جدا. كانت
كانت حياتي عباره عن شغل ريبوت، تعب متعب ومرهق جدا. انا ما بحبش حتى ان اخد مساعده من حد، انا بحب اشتغل واصرف على نفسي، وانا شخص مكافح بمعنى الكلمه. في الحقيقه انا اخترت المانيا، انا كان نفسي اختار هولندا. انا اول ما جيت اوروبا كان الهدف هو هولندا مش المانيا. بس لما جيت المانيا وقعدت فيها اول اسبوع انا حبيت البلد دي سبحان الله، كاني كنت عايش فيها من 100 سنه، مش عارف ليه كده. البلد دي حسيت ان هي غريزه كده جوه قلبي، ان بيقول ان مش هسيبها. قعدت اتعرفت على شعبها، بدات اتعلم لغتها، بدات امشي واستكشف شوارع، عرفت ان البلد هنا بلد روتيني فيها انضباط كبير جدا، بلد جميله وما اقدرش يعني اختار اي بلد تاني. اول اسبوع قعدت فيها خلاص بدات اتاقلم في الوضع، اخرج في الشوارع اشوف الناس. فهنا الصراحه حبيت البلد بشكل عام، فده اللي خليني اقعد فيها. وعرفت كمان ان كل حاجه ليها قانون، كل حاجه ليها ثغره، فاهمني؟ البلد هنا هتشتغل هتقدر تحوش فلوس، هتقدر تعمل كل حاجه او تحقق احلامك، مفيش رشوه مفيش فساد بمعنى الكلمه. الدراسه هنا تدرس هتنجح، نفسك تبقى دكتور طالما انت بتدرس هتوصل وهتبقى دكتور. انما لو انت ما بتدرس وما بتعملش حاجه فمش هتوصل للهدف اللي انت نفسك فيه. فهنا الصراحه لكل مجتهد نصيب، وفعلا لكل مجتهد نصيب. مش بعض البلدان تتعب وتشقى على الفاضي ويجي واحد تاني بمجرد ان معاه واسطه او رشوه يدفعها خلاص يبقى انت هتنزل وده هيطلع مكانك. لا، البلد هنا حقانيه والعداله مفروضه على الكل. انا انسان برضو بحب جدا السفر. لما وصلت المانيا اتفتحت لي كل ابواب الحمد لله، ابواب الخير من فضل ربنا. ثم المانيا يعني بقيت اعرف اسافر كل دول العالم بكل سهوله. تخيل مش محتاج تاشيره، مش محتاج ان اقف في طابور كبير جدا واستنى بالايام وبالساعات ويجي لك رفض ما يجيلكش رفض. لا الحمد لله، اي بلد اتمنى ان اروح على طول امسك الباسبور اقطع التذكره وعلى طول اسافر الوجهه اللي انا متجه ليها. فعلشان كده بحب جدا استكشف العالم، اصور ثقافه العالم دي ليكم، عاداتهم وتقاليدهم، حاجات احنا مش مستكشفينها بنستكشفها سوا. حتى انا ماشي في تحدي ال100 دوله، فباذن الله مستمرين فيه. طبعا بقالي اكتر من 6 شهور، اخر دوله سافرتها كانت سويسرا، بس ان شاء الله هنسافر ونستكشف باقي العالم كله. وصلنا لحد 18 دوله، فطموحاتي واحلامي ان نوصل لل100 دوله ده اللي هنوصل لها قريب جدا. أنا بحب جدا فعل الخير، بحب اساعد الناس. المعلومات القيمه اللي انا قدمتها ديت شفت ان في كتير جدا استفاد منها، لدرجه ان لما بقابل اي حد ماشي في الشوارع معظم 99% منهم جاي اوس بيلدونج تمريضي هنا، جاي اللي يعمل معادله هنا، فالاقيه بيشجعني بيدعمني بيمدح فيا. شكرا جدا ليك، لولاك بفضل ربنا ثم لك احنا تعرفنا كتير عن المانيا، عرفنا الحياه هنا، الاكل الحلال، تابعت خطواتك الاسبيلدونج، تابعت الدراسه، فعرفوا الحياه هنا بشكل عام ببلاش. يعني انا قدمت محتوى معلومات قيمه في سفر كل حاجه. لازم المحتوى يكون مفيد، لازم يكون في معلومات تفيد غيري، لان لما المحتوى يكون في معلومات تفيد غيري حتى لو معلومه صغيره جدا فهو يستفاد منها، بحيث ان يبقى جاي هنا عارف كل حاجه في البلد. في الحقيقه لو هنتكلم عن الجوانب الصعبه اول ما سافرت هنا المانيا، كان الموضوع اول يوم ليا كان صعب. اول يوم اول 3 ساعات بالذات جيت هنا المانيا هسيب بقى خلاص ان هعتمد اعتماد كلي على نفسي. لا في ابويا لا في امي لا في اخواتي لا في عمامي لا في حد قريبك خالص واقف معاك ويسندك. زي ما قلت لكم جيت لوحدي بدون مساعده اي حد، لا مكتب ولا اي حد فادني ولا علمني اي حاجه ولا سالت حد ولا اعرف حد اصلا عايش هنا في المانيا بيعمل محتوى، ما اعرفش اي حد. المهم وصلت هنا المانيا بقى كان الموضوع صعب، ناس جديده كل حاجه جديده، فاعتماد على نفسي بشكل كلي. يعني الغلطه هنا هتكون بفوره، لازم تتعب وتمشي على الطريق الصحيح والاتجاه الصحيح. بمجرد انك تعكس الاتجاه وتمشي في الطريق الغلط فانت هتخسر كل حاجه. ده اللي اعتمدت عليه، قلت اللهم اني توكلت عليك ودايما راضيني وخلينا امشي دايما في الطريق الصحيح وارشدنا على الطريق الصحيح. فالصراحه الحمد لله من ساعتها وانا ماشي وبعمل كل حاجه صح بالنسبه لي، ما بمشيش خالص في الغلط. لان المانيا بمعنى الكلمه زي ما قلت لكم من قبل شويه، انك تتعب وتسعى في البلد ده هتنجح. تمشي في طريق غلط هتدمر لك مستقبلك بمعنى الكلمه. فالصعب في الموضوع هو كانت الفتره ديت جاي ولا اعرف لغه البلد ولا اعرف اي حاجه في البلد، لكن الحمد لله بعد 3 ساعات بالظبط لما بدات اخرج واقنع نفسي ومن داخلي كده اقول ان البلد حلوه، البلد حلوه هتتاقلم فيها. بس مع الوقت عايز اقول لكم اني بعد ال3 ساعات دول خدت العجله وبدات استكشف في البلد كاني عايش فيها قديم او حبيتها بطريقه كبيره قوي. علشان كده يا جماعه عديت من الصعوبات ديت. الصعوبات هي مجرد لحظات، واللحظات ديت بمجرد انك تحط نفسك في الامر الواقع انك هتعدي منها فهتعدي منها. المشكله بقى الاكبر كمان هو موضوع الطبخ. موضوع الطبخ ده انا لحد دلوقتي في يمكن هو صنفين او 3 اصناف من الاكل بعرف اعملهم طعمهم حلو قوي، بس الا الفراخ. اي صنف بتعلمه جديد فبضيفه في اليوميات. يعني الناس لما تتفرج على اليوميات اللي انا بعملها الشورتس ديت على القناه التانيه القديمه اللي قربنا نوصل فيها مليون ان شاء الله، الناس فاكره انا طباخ عالمي، بس انا في الحقيقه اصلا الاكل اللي بعمله ده بكون لسه متعلمه جديد، فباجي اجربه فيكم انتوا. انا هعمله بيبقى طعمه حلو بس انا بعمله قدامكم عشان انتوا برضه تتعلموه في نفس الوقت. فانا مش طباخ. الاكل هنا حتى لما باكل من بره
ما يبقاش ألذ حاجه. الاكل في دولنا العربيه افضل بكتير من هنا. حتى لو كلت في مطعم عربي، كلت فين ما حدش بيعرف يعني. الاكل هنا تحس اللحمه ما فيهاش بركه، الاكل ما فيهوش بركه، الخضروات، الفواكه، الحاجه اللي انت بتشتريها، المانجا طعمها مش مانجا، التفاح طعمه مش تفاح. فالبركه كلها سبحان الله ربنا ضافها في دولنا احنا. في الحقيقه برضه انا كنت خايف من نقطه العنصريه، لان اول ما جيت هنا المانيا قابلت حد مصري هنا قعد يقول لي البلد ده عنصريه ومش عارف ومدرك ايه. فاول يوم الراجل ده كان سلبي قوي وسبته ومشيت. الصراحه كانوا اتنين مش واحد، كانوا اتنين كانوا سلبيين جدا، فسبتهم ومشيت. المهم بعدها استكشفت ناس هنا ودودة جدا، مش كل اللي بيتقال عليهم ممكن نصدقه. ودودة تمشي في الشارع يضحكوا لك، يسلموا عليك، يقول لك هلو. والله انا حصل معايا كذا موقف، كنت امشي يعني تخيلوا كانوا هم ينزلوا من العربيه او يقولوا لنا تعالوا اركبوا معانا نوصلكم المشوار اللي انتوا رايحينه. كنت امشي كده في الغابه، احب اتمشى كده لوحدي احيانا، اتامل في الطبيعه، استكشف الشوارع. فكانوا دايما يقفوا بالعربيه ويقولوا تعالى اركب معانا. ولو احتجت اي مساعده فالناس هنا بتقف معايا وتساعدني، اذا كان مثلا اي حاجه عايز اشتريها من السوبر ماركت، عايز اتاكد انها مش خنزير. ده في الاول اتاكد انها مش خنزير، كنت اسالهم اذا ديت خنزير ولا مش خنزير. كانوا يقراوا المكونات حوالي دقيقتين لحد ما يطلعوا لي اذا في كلمه جيلاتين او كلمه خنزير. مفيش الكلام ده، ولا لا خدها مش خنزير خالص. وكانوا بيساعدوني برضو مثلا الصراحه يعني في بعض الجوابات ما كنتش بفهمها، كنت انزل لجيراني الالمان اخليهم يحاولوا يفهمها لي بالانجليش. فكان الموضوع هنا لذيذ يعني. بعدها استكشفت ان مش كل اللي بيتقال عن الناس هنا هيكون حقيقي. الناس هنا ودوده جدا وقلبهم طيب قوي. بالنسبه لاهلي فالحمد لله ربنا انعم عليا. انا كنت وعدهم من قبل ما اسافر، قلت لهم لو ربنا كرمنا وسافرت هاخدكم ونروح نعمل عمره سوا. في الحقيقه انا كنت وعدهم تمام، هم كانوا على يقين اني هوفي بالوعد ده. ف كانوا خايفين برضه انه ما فيش بيه في نفس الوقت، لان مرت 9 سنين، من سنتين قلت الكلام ده، مرت 9 سنين وما كنتش شايفهم. فخلاص فقد الامل ان مش هنعمل عمره وكده، او مش هيشوفوني. هم كانوا وحشيني جدا. ولكن فجاه الحمد لله ربنا كتب لي انه راح اعمل عمره معاهم. ما كانوش حتى مصدقين لما بعت لهم التاشيره وكل حاجه، ما صدقوش غير هم في قلب الطياره. وحتى مصر ومن السعوديه ورحنا عملنا عمره سوا. فاجمل حاجه انك تكون راضي الوالدين وراضي ربنا في نفس الوقت. رضا ربنا ثم راضي الوالدين هو اهم حاجه، الجنه تكون مكتوبه لك. فانا مبسوط جدا ان عملت حاجه زي ديت. خليني اقول لكم ان انا شخص ودود برضه، بحب جدا ان اساعد. امشي في الشارع حد واقع في ازمه طلب مني مساعده، انا ممكن اساعده عادي، مفيش مشكله. بحب جدا المساعده، افضل معاه لحد الاخر لحد ما احل له مشكلته ديت. وفي نفس الوقت مش متكبر، انا بكره التكبر الصراحه. انا شخص يعني ايه بسيط، بحب جدا الفرحه. اقل حاجه ممكن اعملها بتفرحني الحمد لله. القعده اللي انتم شايفينها ديت بمال الدنيا وبالدنيا كلها بمعنى الكلمه. انا لما دخلت الدراسه هنا طبعا حسيت ان في فرق كواليتي شاسع جدا. جوده التعليم هنا ممتازه، احسن من مصر ب1000 مره، بمراحل كمان. ليه؟ لان هنا التعليم بسيط، ان المناهج هنا مش صعبه وتخلي الطالب بيتعقد. مفيش دروس خصوصيه، مفيش دروس لازم تدفع لها فلوس. يجي الاستاذ يقول لك لو ما خدتش عندي درس هسقطك. مفيش الكلام ده خالص. كل حاجه هنا مدعومه من الدوله. حتى اول سنه دراسيه لما انا كنت دخلتها هنا كنت دفعت هي 10 واحده بس، وده طول السنه بتدفع مره واحده في السنه. لا عشان الاوراق اللي بتطبع ديت وبتتقدم لك في كل درس، هي ديت ال 10 يورو بتكون رايحه مقابل الخدمات يعني. مش بتدفع مبلغ كبير مقابل لا شيء. فهنا حسيت ان جوده التعليم حلوه جدا. حتى انك تشتغل مع الاستاذ تدرس معاه ديت كلها درجات بتضاف على النتيجه النهائيه في الامتحان. فالبلد هنا بسيطه وسهله مش صعبه. فبس يا شباب من وسط الجزيره الجميله اللي انا واقف عليها ديت، شوفوا جزيره حلوه. نكون كده وصلنا لنهايه الفيديو. لو حبيت نعمل لكم حلقه تانية ما عنديش مشكله. اشوفكم في فيديوهات جديده، مع السلامه.